اللواء عبد الفتاح يونس وزير الداخلية الليبي المستقيل قال في حديث للعربية إن الشعب الليبي لا يمكنه بعد المجازر التي ارتكبها قوات القذافي أن يصفح عنها ويقبل بمنحه حصانة مقابل تنحيه. الشعب الليبي الآن بعد هذه الأنهار من الدماء وبعد هذه الأرواح الشهداء بالآلاف الآن في ليبيا، لا يوجد ليبي ولا حتى طفل صغير يقول لك أنا نقدر نافي عن فلان أو غيره. يعني هم دايرينها يمكن ضرورة اختبار بس ليست في محلها، والمجلس الوطني اعتذر عنها وقال هذه كانت مجرد رأي، يعني فيما لو ولكن لا أعتقد الليبيين الآن ثاروا لما سمعوا الكلام هذا. الآن القضية في يد المجتمع الدولي، مثل ما يطبق فيها على الصرب زمان وعلى وغيرهم يطبقها على ليبيا. هذا الكلام السليم. المجتمع الدولي هو اللي في يد الامر، والمحاكم الجنائيه الدوليه لا تعترف حتى بقبول كلامنا احنا فيما لو سمحنا ولا ما سمحناش. كما نشد اللواء يونس المجتمع الدولي والجامعة العربية ضرورة الإسراع بفرض حظر جوي على قوات القذافي. ولكن يا أخي الطيران يذبح في الناس، يعني حتى المدينة السكنية اللي في مدينة الأوسانوف والعقيلة دمروها الآلة. يعني المجتمع الدولي الذي لا يعرف فقط إلا لو كان دولة أوروبية حصل فيها هذا كان سكتوا عليه حتى الآن. احنا لم نطلب شيئا، لا نطلب جندي ولا دبابة تنزل عندنا، لكن يا اخي حظر جوي عشان حتى الثوار يبقى في تكافؤ في القوة. طيب فأين المجتمع الدولي اللي نسمع عنه 100 سنة توا؟ يعني المجتمع الدولي علينا احنا بس